فيديو النهارده هنعمل مع بعض احلى سمك بوري مشوي بالرده وزيت وليمون وسنجاري. هنعمل الثلاث انواع في فيديو واحد، طريقه سهله وبسيطه جدا. كمان هقول لكم على خلطه السمك بتاعتي اللي بستخدمها في كل انواع السمك. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه هبدا بيها وهي الخلطه دي بستخدمها لاي نوع سمك. سهله جدا وبسيطه، وبعمل منها كميه وبحطها في التلاجة عندي على طول. اول ما احتاج بمعلقه نظيفه بطلع منها، والباقي بيفضل نظيف عندي محتفظه بيه في التلاجة. عندي توم، فصوص توم شويه كده حلوين، كام راس توم كده نقشرهم. وعندي بقى فلفل الوان وفلفل رومي، جميع انواع الفلفل. وهنحط كمان فلفل حامي، ده اللي حاببها تبقى فيها سنه سبايسي كده، على حسب بقى درجه السبايس ما بتحطوها زودوا الفلفل الحامي. انا هنا هحط قرن واحد بس سبايسي. هفرم كل الكلام ده مع بعضه. بقت خلطه جاهزه معايا اهو. هحط بقى كل البهارات اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها. ملح، ده حوالي كده 5-6 معالق كبار ملح، وكمون وكزبره. انا بقول لكم انا بعمل كميه عشان هشيلها، يبقى ملح وكزبره وكمون. وهنا عندي شويه شطه وبابريكا وبهارات سمك، وعندي شويه فلفل اسود صغيرين. وهنا ده عصير ليمون، وكمان خل. والزيت زي ما قلت لكم هنعمله في الاخر، بس هندي كده دي كمان ضربه كده بالكب على طول بالشكل ده. بصوا الجمال بقى والريحه يعني ما تتوصفش. هشيلها في برطمان او اي حاجه عندي بحفظ فيها الاكل في التلاجة. بالشكل ده بقت جاهزه معايا. واهم حاجه لما نيجي ناخد من العلبه لازم المعلقه تكون نظيفه وناشفه، ما نكونش استخدمناها في اي حاجه. بالشكل ده كده خلاص هحطها في التلاجة. نبدا بقى بالخلطه اللي هتمشي معانا في السنجاري وفي الزيت وليمون وكمان في الرده. بصوا يعني انا جمعت لكم 3 انواع وطريقتهم كلهم قريبه من بعض جدا. حطيت هنا بصل شرايح، بصل شرايح، جزر مبشور، فلفل الوان برضو بجميع انواعه، طماطم متقطعه قطع صغيره، شرايح ليمون. وهاخد من الخلطه الجميله بتاعتنا برضو احط عليها مع شويه كزبره وكرفس، بيدوا طعم حلو جدا جدا للسمك. ودي الخلطه بتاعتنا الجميله اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. هحط كده يعني ايه 3 معالق حلوين كده كبار، وهبدأ اقلب كل الكلام ده مع بعض. وانا بقلب هبدأ اعصر الخضار بالطماطم بالشكل ده عشان ينزل المية بتاعته، ولو ركناه شوية كمان هينزل مية اكتر واكتر. بالشكل ده كده الخلطة بتاعتي التانية دي جاهزة معايا. هنحشي بيها بقى السمك اللي بالردة، وهنعمل منها السنجاري، وكمان الزيت وليمون هنحط شوية كده من تحت، بيدي طعم رهيب. اول حاجة هبدأ بيها سمكتين، دول هيكونوا زيت وليمون، بقطعهم بالشكل ده. كمان مش لازم سمك بوري، ممكن نستخدم اي نوع سمك تاني، الخلطة دي بتمشي مع اي نوع سمك. هقطع السمك شرايح كده من فوق عشان ندخل في الشرايح دي في القطعة دي شرايح ليمون، وكمان التتبيلة تدخل فيها كويس جدا. وجبت هنا صينية فويل، حطيت شوية زيت، هدهن الصينية كويس كده، وهحط كده شوية خلطة من الجميلة دي. والسمك كمان هتبله بالخلطة اللي احنا قايلين عليها اللي احنا لسه عاملينها من شوية. هدخل كده بين الفتحات الخلطة بتاعتي بالشكل ده، بتدي طعم روعة للسمك. سمك بقى يبقى سهل علينا في اي وقت هنطلع من الخلطة دي ونعمل بيها، مش هتاخد مننا وقت خالص. وحطيت السمك على الخلطة بتاعتنا، وهحط كمان شرايح ليمون. هي الخلطة اللي تحت دي اللي هي البصل والجزر والفلفل والطماطم والحاجات دي كلها، كأنك بتعملي سلطة بالظبط. وشرايح الليمون كده وشوية زيت على الوش، وندخله في الفرن. ما بياخدش اكتر من نص ساعة. بنولع الشواية من فوق ومن تحت، وبيطلع منه صوص كده حلو قوي، بيدي طراوة للسمكة جميلة جدا. لما يستوي هوريهولكم. وهنا ده النوع التاني بقى، ده السمك اللي هنعمله بالردة. انا بحب اتبل السمكية كده من بره ومن جوه. السمكية دي القشر بتاعها ما تشالش، علشان ده اللي بيحمي السمكية ان هي تتهري معانا. كل طريقة سمك وليها تنظيف معين، يعني الزيت وليمون احنا شايلين القشر بتاعها، لكن دوت احنا مخلين القشر فيه. هبدأ احشي السمكية بالشكل ده. وبعد كده جبت كوباية ردة،
وبعد كده جبت كوباية ردة وهبدأ ان انا احط الردة على السمك بالشكل ده. السمك مبلول من الخلطة بتاعتي فالردة هتلزق عليه بسرعة جدا. في الوقت ده كنت بسخن الصاجة بتاعت الشوي بتاعتي. انا بشوي على البوتاجاز بيطلع شوي تحفة. المهم ان انا هغلف السمكية كويس جدا بالردة بالشكل ده، ونحطها بقى في الصاج كده تتشوي على نار عالية الاول. بعد كده بهدي عليها النار. اول ما بلاقيها بدأت تفك من الصاج يبقى هي كده استوت من تحت. هقلبها الناحية التانية، ومن وقت للتاني بفضل اقلب فيها، لكن لازم تكون فكة من الصاج عشان ما تتهريش مني وما تلزقش. وبرضو اي نوع سمك بيتعمل بالردة بيتعمل بالطريقة دي بيبقى حلو جدا. كده انا بقلبه على الجنبين زي ما انتوا شايفين، خد لون الشوي من ناحيتين. بوطي النار شوية علشان اتأكد من سواه. بصوا طول ما هي بتتقلب معانا بسهولة كده يبقى هي كده مستوية. هبدأ بقى اخرجه على الخلطة اللي احنا كنا عاملينها. كمان زودت لها شوية مية. السمكة السنجاري انا ما عملتش فيها اي حاجة خالص غير ان انا حشيتها من الخلطة دي ودخلتها الفرن وبس، لكن المقطع ده ما تصورش معايا. بالشكل ده كده ملحت السمكية وطلعت معايا احلى سمك بوري مشوي بالردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. السنجاري ما فيهوش اي حاجة زي ما قلت لكم، يا دوبك حشيته من الخلطة دي وكنت فتحة من الظهر عشان السمكية كده تبقى كويسة، يعني تبقى كبيرة من كل حتة ويبقى فيها الحشو زيادة شوية. وده الزيت وليمون استوى بالصوص اللي انا قلت لكم عليه. ودي السنجاري مفيهاش اي حاجة خالص، اتحشت من نفس الحشو ده ودخلت الفرن وبس على كده. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.